تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد تبكي العيون دماء لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لماتم جعفر بن محمد الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد متهجد رزء له أركان دين محمد هديت فناب الحزن قلبه محمد رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد رزء بقلب الدين أثبت سهمه وويله رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلب كل موحد ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعل ردي كم أنزلت مر البلاء بجعفر نجم الهدى مأمون الشرعة أحمد كم أبعدته عن مدينة جده ظلما تجشمه العناء في فدفدي لم يحفظ المختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولد لم يحفظ الزهراء في أولادها تركوا حشاها دائما
بتوقدي حنت ونادت والدمع بالخد بعدين تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن صواب حسين ساطي في فادي واعظم مصايبنا علينا مصيبة ابكي على اولاد القضوا بالسيف والسام وابكي على ابوهم كتيل اللبن ملجام وتسألوني يا خلايق يا هو أعظم علي لان عناعي على دهري رمالي بالرزايا وكل وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ولا أشوف ساعة فارغ من النوح بالي واعظم علي لان عناعي على حسين على أولادي ذبايح يوم عاشور واني نصبت العزلهم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور واعظم علي لان عناعي على حسين انا لا تحسبوني للرضا في طوس ماج ولا إلى بغداد ما رحت تعنى كلهم عليهم نوحيت فسقى الإمام ذلك السم وكان نقيعا فسقط في فراش المنية يمد يمينا ويبسط شمالا فالتفت إلى أهله وذويه بعد أن اجتمعوا حوله أوصاهم بوصايا التفت إلى ابنه الكاظم أوصى بوصايا الخاصة أودعه مواريث النبوة والإمامة ثم قال هذا ابني موسى خليفة الله عليكم فاتبعوه وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنيينه وتلا آيات من القرآن فلما ختمها مد يديه ورجليه وأغمض عينيه
وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وجعفرا؟ تزلزلت المدينة بأهلها بين نادب ونادب وبايك وبايك. يا كان يوم كيوم مات في رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حامي الشريعة والمدافع عنها ومحييها. نحبه الصادق قضايا والأكوان كلها مزلزلة وما عرش الله لجله ولا فلاكم معطل. والنبي لاح بضريحه وبالدمع رول تراب يصيح يا حامي الشريعة ذوبتنا بهالمصاب. وناح لحسين وحسان والطهر داحي الباب ولأجله الزهرة بقبرها يا بالنياحة معوله. سدي البوع العليم لما انقضى نحب الإمام والوفد من بعد نوره ضاعت وصارت ايتام. الكل تمنى هريت قبل الصادق يزور الحمام وليت من نور الشفية المنازل ما خله. وظل موسى لجل جعفر بعد عينه في عزاء. وظل موسى لجل جعفر بعد عينه في عزاء. وزاد حزنه يوم أقبايل يم جسمه يجهزه وبمثل جعفر الصادق دين جده من رزايا. خلى عين الدين من دم فايضه وسايله. لكن الكاظم أودع أباه جثة سليمة في ملحودة لم يرى في طعنة ولا ضربة. سئل الإمام الصادق عن عدد الطعنات في جسم الحسين قال هي بالآلاف لكن كيف تكون كذلك؟ قال الطعنة على الطعنة والضربة على الضربة. أيوا حسين أيوا سيداه فتناثر لحمه الشريف على بقعة من أرض كربلاء. لذلك بعض الفقهاء يتحرزون أن يمشي الإنسان بقدميه حول قبر الحسين بنعليه حول قبر الحسين لأنه هذه الأرض كان فيها لحمه المتناثر. ألا يطال الإنسان لحم الحسين. تحير زين العابدين شلون يرفع جثة مقطعة. أنا حيرتني بيش أجمع وصلك يا مبرور. هذا الجفوف مقطعة والصدور مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة كل ما رفع جانب توزع جانب وطار.
جسمه موزعين بطعن، الرماح الرماح خلى الجسد وانهد ركنه، وبالوجر صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار، ويلي جابوا لقطعة بارية وجمع أوصاله يبحث عن أوصاله في كل بقعة من بقاع المعركة. يقول بنو أسد ثم مشى خطوات وانحنى ورفع شيئا صغيرا، دققنا النظر وإذا به خنصر الحسين الذي قطعه الجمال. جابوا لقطعة بارية وجمع وصاله ولفع عسعين العمى ودناق وشاله وحطه بوسط قبره وانحنى له وشم بنحره والضماير تسعر بنار. أبتا هذه الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة. أيوة حسين. يهدى ثواب هذا المجلس المبارك إلى أرواح كل من الحاج حسن مهدي زوجة المرحوم الحاج محمد مكي القيم، زوجة المرحوم الحاج أحمد صليل، وإلى أرواح موتانا وموتاكم. الفاتحة.